السلام عليكم، مرحبا بكم. عواشر مبروكه. دابا غادي نبداو الوصفات الرمضانيه ان شاء الله، وغنبداو برئيس المائده المغربيه اللي هو السفوف ولا السلو ولا الزميته كلها وكيفاش كيسميه. كيف ما كتشوفوا انا هذه هي المقادير والمكونات اللي عندي. صراحه انا كيعجبني السلو بزاف بهذه الطريقه، وكنبغي نخدم الكليان ديالي بحال اللي كنخدم من راسي ولا اكثر. حاجه وحده اللي زدتها في هذا السفوف هو الكاوكاو البلدي. السيد طلبو في الكوموند وانا لبيت الطلب، صراحه جا زوين. المهم عندي هنا كيلو ونص ديال الزنجلان، عندي كيلو ونص ديال اللوز، ونص كيلو ديال الكاوكاو، مع ربعه ديال الإيلان وربعه ديال الشوفان، والمسكه حره بطبيعه الحال، الروح ديال الزهر ماركه مزيانه، النافع، وحبه حلاوه، وشويه د القرفه. صراحه ما بينتهاش، والكوزه خلاص طحنتها عند العطار، يعني ما جبتهاش كاع للدار لان كنت نسيتها، وفاش مشيت باش نطحن الصفوف صافي درتها تما. من بعد انا جمعت داك المكونات كامله ومشيت طحنتها على برا، لان ما غاديش ندير فيه بزاف ديال الزيت. انا درت فيه غير كاس ديال الزيت لان تبارك الله راه هذا القوام كامل اللي ذكرت يلاه فيه كيلو وربع ديال الطحين، ربعه ديال الطحين ديال الفورس باش كيعطيني داك التعليكه، وكيلو ديال طحين الشعير هو اللي باش كنخلط انا السفوف ديالي دائما. المهم انا نص كيلو ديال اللوز بقشور وخليته حمرته في الفران وطحنته عندي في الدار في الهاشوار حتى ولا بحال هكا على شكل املو، ونص كيلو قليته وخليته في الدار باش هرمشته، باش حيتاش انا ملي كندي داك القوام كنطحنو عند العطار كيجي معلك، يعني ما كيبان لا قوام لا طحين، ما كيبان حتى حاجه. فضروري كنخليو نص كيلو ديال الزنجلان، نص كيلو ديال اللوز، كنهرمشوه وكنرميوه مع داكشي وكنعجنوه بحال هكا، وكيخصنا نعجنوه مزيان. انا هنا زدت غير كاس ديال الزيت فقط، اما القوام هو اللي طلق الزيت ديالو ملي طحنته عند العطار. هذا هو القوام ديالو، كيجي غزال صراحه، كيجي مقوم ورائع. هذا هو الشكل النهائي ديالو. غادي نخليه يرتاح ونمشي نرتاح حتى انا واحد شويه من الفريك وعاد غادي نرجع باش نشوف زعما واش هو هذاك، واش باقا خاصه شي حاجه. بالنسبه للسكر انا درت كيلو ديال السكر كلاصي الماركه المزيانه، باش كيعطينا نتيجه مزيانه. راه اللي بغى حاجه مزيانه خاصو يعطي يعني احسن ما عنده، يعني يحط حاجه مزيانه، يدير قوام حاجه مزيانه باش كتطلع الحاجه زوينه. هذا هو الشكل النهائي، وهذا هو الشكل اللي انا راضيه عليه واللي كنت باغياه. وهذا الكوموند مشى حتى لطنجه طريق السلامه، وشكرا بزاف.